الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عباد صالح أهلها. استولي الصلاة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. فإن تقضي ولا يقضى تبارك ربنا فلك الحمد. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين، اللهم آلف بين قلوب المسلمين، واقفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصل اللهم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الإيمان والإسلام. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستغفر الله العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Bab tentang fadilah Ramadan, keutamaan daripada bulan Ramadan. Dengan menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, para ulama mengatakan bahawa mustahab sangat dianjurkan iaitu membaca Al-Quran dengan cara seperti itu, iaitu seorang membaca dan yang lain mendengarkan bacaannya secara bergantian, tadarusan. Bacalah Al-Quran kapan saja ada kesempatan dan waktu yang lain jangan disia-siakan. Di akhir hadis di atas, Rasulullah SAW menganjurkan 4 hal agar kita mengamalkannya sebanyak mungkin pada bulan Ramadan, yaitu pertama membaca kalimat thayyibah, yang kedua beristighfar, memohon dimasukkan ke dalam surga dan berlindung dari jahanam. Dengan demikian kapan saja ada waktu luang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan untuk beramal. Apa sulitnya kita membiasakan lidah kita dengan bersolawat atau mengucapkan kalimat thayyibah dalam kesibukan sehari-hari? Kata-kata itu kelak akan senantiasa ada dalam lisan kita. Kemudian Nabi SAW bersabda tentang keutamaan dan adab bulan Ramadan. Pertama, bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Oleh sebab itu, walaupun mengalami kesulitan berpuasa, hadapilah dengan riang dan sabar. Jangan berkeluh kesah seperti perilaku orang-orang ketika bulan Ramadan jatuh pada musim panas contohnya. Demikian juga
jika tertinggal sahur, maka tetaplah berpuasa setelah subuh. Dan jika merasa letih saat tarawih, bersabarlah dengan penuh kegembiraan. Jangan menganggapnya sebagai satu musibah, karena hal itu akan menghilangkan pahalanya. Jika untuk mendapatkan keduniaan saja kita sanggup menahan lapar dan haus, mengapa kita tidak mampu menahan sedikit kesulitan untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala? Selanjutnya beliau bersabda bahwa inilah bulan kasih sayang, yaitu meningkatkan bantuan kepada fakir miskin. Jika ada 10 makanan yang disediakan untuk berbuka kita, sekurang-kurangnya 3 atau 4 dari makanan itu disisihkan untuk fakir miskin. Jika kita tidak dapat memberikan yang lebih baik dari apa yang kita makan, paling tidak kita berikan yang sama dengan yang kita makan. Berapapun kemampuan kita, sisihkanlah sebagian makanan berbuka dan bersahur kita untuk diberikan kepada fakir miskin. Dalam setiap urusan, para sahabat radhiyallahu anhum merupakan contoh nyata bagi kita. Keteladanan amal soleh mereka telah terbuka untuk kita ikuti. Terdapat ratusan bahkan ribuan peristiwa pada diri mereka yang dapat membuat kita kagum. Lihatlah salah satu contohnya ketika diriwayatkan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Jaham radhiyallahu an ketika berpulang dari perang Yarmuk. Ia berkata, aku pergi mencari saudara sepupuku dengan membawa kantong kulit air berisi air untuk minum dan untuk mengobati lukanya jika ia masih hidup. Aku menjumpainya sedang terkapar. Aku bertanya apakah ia memerlukan air. Ia memberi isyarat mengiyakan. Kebetulan ketika itu terdengar rintihan seorang di dekatnya. Ia menunjuk ke arah tersebut dan menyuruhku agar memberikan minum kepadanya. Aku pun mendatangi orang itu. Ketika aku hendak memberinya air, terdengar lagi suara rintihan di dekatnya. Orang itu pun mengisyaratkan tangannya kepada orang ketiga agar aku memberinya minum kepadanya terlebih dahulu. Aku mendatangi orang ketiga, tetapi begitu aku sampai, nyawanya telah tiada. Aku kembali ke orang yang kedua, ternyata ia pun telah meninggal dunia. Dan aku kembali ke sepupuku, ternyata ia juga telah meninggal dunia. Demikianlah sifat ithar para pendahulu kita. Mereka merelakan air minum mereka untuk orang lain ketika dalam keadaan hampir mati kehausan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka dan memberikan kita kemampuan agar dapat mengikuti langkah-langkah kehidupan mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat kepada kita sehingga kita bisa mengamalkan, menyampaikan. Semua bersedia insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. كما صليت وسلمت وترحمت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.